السلام عليكم. على غير العادة مش هعرف اهزر معاكم زي كل مرة، عشان الأصول هتقول لما جارك يبقى عندي مصيبة لازم تقف جاره وتساعده باللي تقدر عليه. عشان كده مينفعش اطلع اهزر معاكم وقرايبينا في أزمة. كل داعمين الكيان الزفر ما جاروش في التاريخ قبل كده ولا فاهمين أصل الحكاية، وراحوا هاتك يا عياط واصلهم مظاليم ويا حرام، ويطلع ولاد 60 تعيش دور الضحية وتقول للعالم بالحقونا دول عاملين يضربونا ومات مننا 30 واحد، وبكل بجاحة وافتراء بيضربوا في أهالينا كل شوية ويموت منهم الآلاف من الأطفال والستات، وعايشين الدور حلو جوي جوي وماشيين في دور انهم هم اللي محتاجين مساعدة، وبيجروا في المطارات وبيهربوا من الغارات، واساسا هم اللي رايحين جايين قصف لما ما سابوش حتة سليمة في القطاع. وطبعا صاحب المنصة دي مش هيوصل الفيديو لكل الناس، ويا ريتنا كنا عارفين وصل صوتنا ازاي او عبر عن موقفنا. انما كمان الاعلام بره وشوية قنوات عالمية بتمثل وبتدعي سيناريوهات من دماغها، واي حد بيدعم القضية كأنه هيكلم روحه. نص الشعب راح مننا باطفالنا، والقنوات طالعة تقول الكيان الزفر هو اللي بيضرب الحقونا بجد، وهو يعني المدنيين هم اللي هيعملوا كده. وبقينا في صدمة. الاعلام الغربي كله بعد ما كان محايد واحسن اعلام في العالم بقى يطبل لهم ومطلعهم ملاك بجناحات وينقل لنا اخبار متفبركه، وبيخلصوا على ابطالنا الصحفيين العرب عشان بتنقل لنا الحقيقه. لكن الحمد لله بدأ الصوت يوصل، والعرب ينزلوا في كل الدول الاوروبيه ويوصلوا الحقيقه. ما هو مش اعلامكم بس اللي قوي، والشعب الاوروبي بقى عنده وعي كافي بالقضيه وعارف مين الظالم ومين المظلوم، ونزل يعمل مظاهرات بتدعم قرايبينا. بس كلكم المشاهير اللي بقوا ضد بعضكم تاني بينتقدوا بعض، ومين تبع دولة مين ومين تبع دولة ايه، وتلاقي اللي بيسقف لبنزيمة وقافش على صلاح وبعدين يرجع يصالح صلاح. بس احنا حاولنا محاولات جامدة على فكرة، سواء من الفنانين او البلوجرز اللي نشروا وحكوا تاريخ الحكاية وطلبوا بالدعم لانهم عارفين صوت السوشيال ميديا سلاح قوي يوصل للغرب. ولما لقوا البعد ما بيفهموش بدأوا يعملوا فيديوهات بلغات مختلفة يفهموها، وبعدها دخلنا في دعم العلامات التجارية وانتماءاتها للكيان الزفر، وبقى السندوتش اللي ما يشبعش بيساهم في خراب دولة. وبقينا بنفضل قاعدين في السوبر ماركت اكتر من ساعة قدام المنتج الواحد عشان نعرف ده معانا ولا علينا، لانك عايز تشارك في حملة المقاطعة بس على الله حكايتك في نفس الوقت. قوم عشان يشتتوك يعملوا ايه؟ يخلوا الخريطة ملهاش ملامح، وكل شوية يستهبلوا ويمسحوا دولة من على الخريطة ويرجعوا يقولوا لك ما حصلش. ده مهما يعمل ولا بيهمنا عشان حفظناهم خلاص، ده طوبهم من زمان. يخش يقول لك احنا هندور على مجموعة معينة، فبدل ما نخلص منيهم احنا نبهدل شعب بحاله ونطرده من ارضه ونشرده من بيته، ونخليهم كمان يروحوا على ارض تانية عشان تكون حجة حلوة ليهم يخشوها. عبط احنا يعني، ومركزين جو انهم يتصعبنوا على الناس ويمثلوا انهم غلابة، بدل ما يركزوا بيعاينوا مين عنديهم. تقريبا كده هيطلعوا معينين واحد احول، كل ما يضرب ضربة في حتة الضربة تروح في مكان تاني، وبعدها هيقول لك ايه ده لا مؤاخذة ما خدتش بالي، ايه جت فيك. واقل واجب ممكن نقدمه لاخواتنا وجيراننا هو مقاطعة منتجاتهم اللي ما يتسموش. ما احنا مش هندفع ثمن الرصاص اللي بيضربوا بيه اخواتنا، وهو برضه تشجع منتج بلدك واحنا اولى من الغريب. وهنفضل ندعم القضية لحد اخر يوم في عمرنا، ولو قفلتوا علينا 100 صفحة هنفتح 1000 صفحة. اصل صوت الحاج عمره ما هيموت، والارض كده كده هترجع لاصحابها في يوم من الايام. وعرف الكلام ده لاولادك قاعدين طول اليوم على السوشيال ميديا ما هتعرفش هم هيشوفوا ايه، عشان ما حدش يضحك عليهم ويلعب في دماغهم ويبيعوا القضيه لما يكبروا ويخلوا الرعاع دي تنجح في اللي عايزين يعملوه. بس كده، وربنا ينصر اخواننا ويرحم شهدائنا. قفل يا واد.